تعادل المنتخب المصري مع منتخب غانا 2-2. احرز منتخب غانا الهدف الاول في نهاية الشوط الاول. بعد كده احرز محمد عبد المنعم في الشوط الثاني هدف واتلغى بداعي التسلل. وبعدين جاء هدف التعادل باقدام عمر مرموش، ورد سريع ومقنع من منتخب غانا احرز الهدف الثاني. بالنسبة للدفاع المصري يعني بسم الله ما شاء الله مفيش اوسخ من كده، حاجة فوق الزفت بشوية. احرزوا الهدف الثاني، ثم تعادل مصطفى محمد احرز هدف التعادل، وانتهت المباراة 2-2. بس في حاجة عايز اوصلها بس رضا عبد العال. ايه رأيك في امام عاشور يا ليفا؟ انت ايه رأيك في امام عاشور؟ انت بتتكلم مش عاجبك التحكيم ومش عاجبك التدريب ومش عاجبك اللعيبة ومش عاجبك اي حاجة في اي حاجة. انت في دماغك ان انت اللي ايه موسوعة شاملة، انت الكومبو اللي في الكورة. انت يعني كان القرد نفع نفسه، بلاش الكلمة التانية، كان القرد نفع نفسه. انت عملت ايه في منتخب طنطا؟ انت ما مسكتش فريق دربته يا رضا غير لما هبطته ايه ده؟ انت فطست ميتين امه، ده انت وحالته، ده انت بسم الله ما شاء الله، ده انت لو مسكت الاهلي هتنزله درجة رابعة، مش درجة تانية ولا درجة، ده درجة رابعة. فيش نادي هتمسكه غير لما بص بسم الله ما شاء الله هتجيب ظرافها، هيتشمع بالشمع الاحمر. انت مالكش في اي حاجة، انت كنت بتصوت زي النسوان، والله كنت بتصوت زي النسوان في وانت بتدرب طنط. فانت ما بتفهمش في الكوره، والناس كلها عارفه انت ما بتفهمش، انت ما بتفهمش في اي حاجه خالص. تتكلم ليه على امام عاشور؟ وبعدين الناس اللي طالعه عماله تهاجم روي فيتوريا على التشييع. روي فيتوريا غلطان في، هو غلطان في ان هو بيتاخر بيتاخر في التغييرات، بس مش اكتر. انما هو كانت تشكيله، هو تشكيله اللي بدأ بها في ماتش موزمبيق، انا شايفها من وجهة نظري التشكيله مظبوطه، وهو ده الطبيعي، ينزل بالتشكيله بغض النظر بقى انه ينزل هاني او غيره. بس الطبيعي ان هو هينزل بتشكيله متوسطه، على الاقل هيهد بيها الفريق اللي قدامه ايا كان بقى مستوى المنتخب اللي احنا بنلعبه او الفريق اللي بنلعبه. بس الطبيعي ان انت بتبدا باللعيبه اللي هي المتوسطه، مش اللي هي الفورمه العاليه، تهد بيها الفريق اللي قدامك. بعد كده تنزل بتغييراتك تنزل اللعيبه اللي تخلص، مش العكس ان انا انزل بالفورمه اللي هي اللي ايه 1، انزل باعلى فورمه عندي احرز هدف واثنين وثلاثه، واللعيبه اللي عندي خلاص تجيب اخر. الفريق التاني ينزل تغييراته يروح جايب فينا 3 اهداف او 4 اهداف. نحب احنا نغير بقى عشان ننزل لعيبه تانية او نجدد دم في الفريق، ننزل لعيبه تانية تحرز اهداف. هننزل ايه؟ هنطلع عيانين وهننزل ميتين. ما هو ده اللي هيحصل. احنا لما نبدا بزيزو، لما نبدا بفتوح، ولما نبدا بعمر كمال، مع ان انا مش مش مقتنع بعمر كمال، بس ايا كان يعني احنا هنبدا اللي هي الفورمه اللي انتوا عايزينها. هينزلوا هيلعبوا هيكسروا الدنيا وتمام التمام. بعد كده اللعيبه هتقع، جابت اخر في الدقيقه 70 هتلاقي اللعيبه دي خلاص بتسلم. طيب اثناء ما الفريق التاني هيبقى منزل تغييرات برضو فورمه عاليه، تنزل تحرز فيك الاهداف، هتعوز تطلع لعيبه وتنزل لعيبه عشان تضيف الفرق. هتطلع مين؟ هتطلع تريزيجيه هتنزل مكانه مين؟ هتطلع مين يعني؟ انا عايز هتطلع تريزيجيه هتنزل مكانه؟ هتطلع صلاح هتنزل مكانه مين؟ هتطلع مصطفى محمد هتنزل مكانه مين؟ فهو ده الطبيعي، ان انا عايز اطلع لاعب، انزل لاعب على الاقل خالص، على اقل تقدير يبقى بنفس الكفاءه. ما نزلش انا بقى انضف لعيبه واحسن لعيبه عندي اللي هي الفورمه بتاعتهم عاليه، وبعد كده لما اجي اشيل لاعب منهم واجي انزل، مش هسحب عيان وانزل ميت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.